السلام عليكم، ازيك يا عم الناس؟ لو سألتنا احنا كجمهور عن الشغف الرياضي هقول لك بح، ولو قلت لي المنظومة الرياضية لو بتخدم المنتخب نفس خدمة النادي الأوحد هنبقى في حتة تانية هقول لك صح. رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المهزلة دي في أي حتة في أي مكان أنت المسؤول عنها، مش حد تاني. كل مرة بتقول أنا هدخل معطيات، المعطيات بتدخلها هي، أنت مستني إيه؟ قالوا البطولة ودية، ما تودوناش، منظرنا وحش قدام الناس. ما تجيبوناش بقى. النهارده منتخب الأردن بيلعبك بالفريق التالت، يا راجل الرابع يا راجل. ليه يا عم الناس؟ انت لسه جاي دلوقتي تشوف المهزلة في ماتش ولا بطولة ودية؟ المهزلة بادئة من سنين ومن جوانا، ما هو ده عدل ربنا والحصاد اللي اتزرع من امثالكم المتلونة. المهزلة بدأت لما يفضلوا فريق عن مصلحة منتخبنا وما غيروا لوايح لفريق منسحب، وكمان يا للعجب يروحوا يرضوه. بدأت لما ترمخوا على لاعب ماضي النادي تاني وهو على ذمة نادي وقال لك مش شايفين يا جدع. لا وكمان قررت تضغط دوري وكاس عشان خاطر نفس اللاعب يلحق يروح كاس العالم مع فريقه الجديد. بدأت لما يلغوا فرق الهبوط السنة اللي فاتت عشان النادي هيتباع وجابوا الحجة في الدراويش والدراويش بريئة منهم. بدأت لما تجيب مدرب يعمل فترة إعداد وماتشات ودية لمجموعة من فرق الدوري وتطلع البطولة العربية وتغير المجموعة كلها وتاخد فرقة تانية. بالذمة ده كلام؟ الراجل ده شاور من بدري وقال معظم اللعيبة عندنا ما يعرفوش أساسيات الكورة ولا أبجدياتها ولا تحرك صح ولا توقيت تسديد ولا تمرير بدقة ولا مروع، لكن إعلامنا الرياضي معيشين جمهورنا الوهم ومحسسيننا ان احنا فريق العالم. يا حامل الهم ان الهم قد تال، الدار فانية والراكب رحالة، غدا سترحل عن دنياك تتركها، فليس في القبر لا اهل ولا مال، فوض امرك للرحمن في ثقة، فلم تخف عند رب العرش امانا.